السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون حماسي في أخبار مفرحة جدا على المنتخب وآخر تطورات، وكذلك مفاجآت غير متوقعة زائد جديد محترفين المغاربة اللي منهم سفيان أمرابط، ياسين بونو، يوسف نصاري، سالم أملاح، إضافة إلى الكثير والكثير من التفاصيل. وغيكون السرد ديالها كالعادة بالمختصر المفيد. وبين قوسين قبل البداية اليوم كان من المفروض بعثة المنتخب توصل للمغرب، ولكن تم تأجيلها إلى يوم غد إن شاء الله. المهم دابا بدون إطالة في التقديم ندخلوا مباشرة في التفاصيل. والبداية غادي تكون مع صحيفة ليكيب الفرنسية اللي حطت التشكيلة المثالية لكأس العالم، وكان متواجد فيها 3 مغاربة اللي هما الكابيتان وغانم سيف بتقييم 6.6، وأشرف حكيمي بتقييم 6، والغول البدني سفيان أمرابط 6.29. وكما كيبان لكم أن أشرف حكيمي عطاو أقل تقييم في التشكيلة المثالية اللي كتبان أمامكم، ولكن في المقابل ما تنساوش أنه كان كيلعب مصاب وكيتحامل على نفسه، زائد ما كانش كيكمل بعض المباريات وكيخرج مضطر بسبب الإصابة طبعا. إضافة إلى أننا كمنتخب مغربي نسبيا أسلوب اللعب ديالنا كان كيعتمد على الدفاع أكثر، وحنا عارفين قوة حكيمي هي المستندة ديالو في الهجوم مع استغلال المساحات والسرعة وما إلى ذلك، لأن الأظهرة عموما هذه هي الوظائف ديالهم. وهذه الخريطة الحرارية كتأكد الكلام اللي قلناه سلفا، بحيث مع نادي باريس سان جيرمان كتلقاه كيصعد للهجوم أكثر والأدوار الدفاعية كتكون أقل، عكس مع المنتخب تماما كيكون حاضر دفاعيا أكثر مع التحفظ النسبي في الصعود للأمام. أيضا صحيفة ماركا الإسبانية حطت التشكيلة المثالية للمونديال، وهذه المرة فيها الثنائي أشرف حكيمي والمقاتل سفيان أمرابط، وكذلك موقع ريليفو اختاروا المغربيين حكيمي وأمرابط، أما موقع فوت ميركاتو اختاروا فقط سفيان أمرابط. وحاليا حنا كنسينو التشكيلة الرسمية والمثالية للمونديال القطري اللي غادي يخرج بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وغالبا وبنسبة كبيرة جدا غادي يكون فيها مغربيين فقط اللي هما سفيان أمرابط وأشرف حكيمي، رغم أن عز الدين ألاحي هو الآخر كيستاهل، ولكن أنا شبه متأكد أن حكيمي وأمرابط هما اللي غادي يكونوا من الأسود فقط. والآن ننتقل مباشرة إلى جديد العروض وانتقالات المحترفين المغاربة، والبداية غادي تكون مع يوسف نصاري. فمبدئيا كما عارفين أن نادي ويست هام يونايتد كان باغي يتعاقد معاه في يناير 2021، وكانت انذاك صحيفة الجارديان أكدت بأن ويست هام عرضت مبلغ 22 مليون جنيه استرليني من أجل التوقيع مع الدولي المغربي. الجديد اليوم وحسب تقارير إنجليزية اللي منها الديميرور، فالنادي اللندني وهنا كنتحدث على ويست هام رجع مرة أخرى بل ومصر من أجل التعاقد مع يوسف نصاري، وإضافته إلى جانب زميله المغربي الآخر نايف أجرب. بل أكثر من هذا صحيفة ديميرور البريطانية بارطاجوا خبر آخر على يوسف نصاري نقلا عن موقع فوتبول إسبانيا، وإلا انتقلنا مباشرة إلى هذا الموقع غادي نتعرفوا على تفاصيل أكثر. المهم باختصار قالوا لك بالحرف بعد العروض الجيدة اللي قدمها يوسف مع المغرب، نادي إشبيلية باغي يستغل هذا الضجيج المحيط بالمغربي للقيام بصفقة جيدة من أجل بيعه. بمعنى نصاري قبل كأس العالم كما عارفين مع نادي الأندلسي كان مستوى للأمانة ناقص بزاف، ولكن مع المنتخب في المونديال بدا كيرجع داك يوسف اللي كنعرفوه، وضرب ليك داك الهدف اللي كان بلا ديتونت خيالية واللي العالم بأكمله بدا كيهضر عليه. وهنا فين باغية إدارة إشبيلية تستغل الفرصة وتبيعه تحديدا في هذه الانتقالات الشتوية، يعني كما كنقول بالعامية بغاو يضربوا الحديد حد ما هو سخون. المهم كملوا قالوا أن إشبيلية باغيين يبيعوا بعض اللاعبين من أجل جلب الأموال إلى النادي، أولا لأنهم حاليا عندهم أزمة مالية، وثانيا المدير رياضي مونسي باغي يوفر الأموال الكافية للمدرب خوخي سامباولي باش يمكن له ينتدب اللاعبين اللي باغيهم في سوق الانتقالات. ونتيجة لذلك سيتم السماح للاعبين مثل يوسف نصاري وياسين بونو كذلك بمغادرة النادي. وقالوا كلمة مهمة جدا أنهم باغيين يستغلوا هاد الظرفية بالذات ويبيعوا الدوليين المغربيين بعد ما ارتفعت القيمة التسويقية ديالهم بسبب أدائهم الجيد في قطر. وإشبيلية حاليا بغات تحصل على مبلغ 25 مليون يورو من أجل التخلي على نصاري، وكاينة تقارير أخرى كتقول أن إشبيلية باغا في 40 مليون يورو. وهكاك علاش كنت كنقول لكم من زمان أن قميص المنتخب كيرفع بزاف من قيمة اللاعب المغربي، وفعلا شفنا ذلك عمليا مع عز الدين ألاحي ونصاري وبونو وكذلك سفيان أمرابط اللي حاليا هذا الأخير أصبح حديث العالم بأكمله. وعلى ذكر أمرابط فحسب موقع فوت ميركاتو قالوا أن مدرب ليفربول يورغن كلوب كان تلاقى مع ممثلي أمرابط لمناقشة انتقاله إلى صفوف النادي على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين بعد انتهاء منافسات كأس العالم. بمعنى فاش كان كأس العالم ملعوب المدرب كلوب تلاقى مع وكيل أعمال أمرابط، وكان الاتفاق ديالهم باش يكملوا المفاوضات في شتاء المونديال اللي انتهى البارحة طبعا. والآن أوتوماتيكيا المفاوضات غادي تجدد بين الطرفين من أجل تأمين صفقة انتقال مغربي. وللإشارة أمرابط أبدأ استعداده ورغبته
في الانتقال الى ليفربول، بل ادهى من ذلك حتى جماهير النادي الانجليزي بهذا المصطلح غادي يحماقوا باش يشوفوا امرابط بالتوني ديال ليفربول. وهذا ماشي كلامي بل كلام المحلل كيفن كابل اللي هو مهاجم نادي ارسنال سابقا ومحلل على قناه سكاي سبورت، واللي كان دار حوار مع موقع فوتبول انسايدر وقلب الحرف. جماهير ليفربول اصيبت بالجنون بشان امرابط، انهم يرغبون بضم لاعبين شباب وحيويين، وسفيان مناسب بهذه المعايير. سيكون صفقه جيده اذا ما نجحوا في ضمه، لكنني اتوقع حربا من العروض على خدماته. وختم وقال بان امرابط يحمي الدفاع جيدا ويجيد التصرف مع الكره. وبين قوسين لجيت نبارطاجي معكم كل ما قيل عن امرابط، فما غاديش نساليو بتاتا، لانه ببساطه اصبح حاليا حديث العالم اللهم بارك وزيد في ذلك. وايضا حتى انطونيو كونتي مدرب توتنهام مهتم كثيرا بسفيان امرابط وبغى يتعاقد معاه، الا ان رغبه امرابط كما ذكرنا سلفا هي ليفربول. والان ختم مع سالم ام الله اللي هناك تقارير اسبانيه كتقول بان نادي فالنسيا مهتم به بعد تالقه رفقه المنتخب المغربي في المونديال. وفي المقابل مدرب ستاندارد رياج اللي هو رونيديلا متثبت بالدوري المغربي كثيرا، رغم ان سليم ما بغاش يكمل مع النادي ورفض تجديد العقد ديالو، وبذلك كان تم استبعاده من الفريق. والقصه عارفين كاملين وكنا طرقنا لها سابقا بالتفصيل، لذلك فلا داعي للتكرار. وفي الختام كيبقى راي ديالكم.